مش عارف الكلام ده ممكن يوصل لمين، بس لو انتي أم أو أب ركز معايا الدقيقة دي بس. في يوم ابنك هيكبر، هيكون قاعد في مكان انت مش موجود فيه مع ناس انت ما تعرفهمش، وهيحكي عنك. هيحكي ايه إحساس ان حد يكون اتربى في بيتك. هو مش هيحكي كل حاجة، هو هيحكي الحاجات اللي سابت علامة. هيحكي إحساسه ايه أغلب الوقت. هيتكلم عن التعامل بينكو كان ازاي. هل وجودك كان بيحسسه بالأمان ولا بالخوف؟ نبرة صوتك كان فيها لطف ولا ضغط؟ بيتك بالنسبة له كان بيحسسه بالبهجة والأمان ولا بالخنقة والضيق؟ والحقيقة اللي أغلب الناس بتطنشها هي إن القصة دي أنت مش هتكتبها بعدين، أنت بتكتبها دلوقتي في المواقف اللي بتحصل كل يوم. نبرة صوتك وانت متعصب، ازاي بترد وانت تعبان. انا مش عايزك تشوف الكلام اللي انا بقوله ده صعب او مثالي، انا بس عايزك تحط نية وقوله للناس حسنى. ده للناس، ما بالك ابنك. خليه يعرف ربنا من التعامل معاك. خليه وهو بيحكي القصة دي يكون أكتر حد محظوظ في الدنيا، لأن في الآخر هو مش هيفتكر أنت جبتله إيه، هو هيفتكر أنت خليته يحس بإيه.